قهوة المحطة هو مسلسل مهم جدا. بيبدأ المسلسل في أجواء متوترة جدا، أفراد كتير في قهوة اسمها قهوة المحطة. الموسيقى بترفع التوتر أكتر وبتخليك تحس إن طبول الحرب بتدق. شخص قاعد بيتوعد للكل والكل بيحذروا من فعل هو عايز يعمله، بيحاولوا يبعدوه ويقولوا له بلاش أحسن عشان ما تكونش نهايتك. وواضح إن الشخص ده واخد القرار لانه شاف حاجة كبيرة جدا حصلت قدام. مشهد البداية اللي بيعتبر الحدث الرئيسي اللي هتبتدي عليه كل احداث المسلسل، فلازم تكون فاكره جدا لاننا هنرجع له تاني في اخر حلقة النهاردة. وفي وسط الغموض ده كله بتحصل حبكة المسلسل، الحبكة المبكرة اللي بتزود الغموض اكتر واكتر وبتاخدنا لجانب تاني خالص في الاحداث. النقطة دي بتعرفنا على الجانب الانساني لمؤمن الصاوي، الشخص اللي كان قاعد بيتوعد للكل في البداية واللي من الواضح انه عنده اسرار كتير جدا. حبكة المسلسل اللي بتحصل لما الكهرباء بتقطع اثناء ماتش مهم للاهلي، ومع عودة الكهرباء تاني بنكتشف ان مؤمن اتقتل وغرقان في دمه. اتقتل بسر مجهول، محدش عارف مين اللي قتله. وهنا الكاتب والمخرج عملوا حاجة مهمة جدا، انه بدأ الاحداث من حيث ذروتها، يعني اعلى نقطة فيها، عشان يخليك تفكر تفكيرين. السؤال الاول والسطحي جدا انك عايز تعرف مين اللي قتل مؤمن الصاوي، والسؤال التاني والاعمق هو مؤمن اتقتل ليه. وده السؤال اللي هيجاوب عليه المسلسل من خلال فلاش باك أثناء التحقيقات مع الشخصيات المؤثرة في حياة مؤمن الصاوي. ومن هنا بنبدأ نتعرف على شخصية مؤمن أكتر، وإيه اللي وصل هذا الشخص إن يكون مصيره القتل. بنعرف انه شخص عنده حلم وطموح انه هو يكون ممثل، وبرغم انه هو من سكان الصعيد اللي بتعتبر معزولة وبعيدة عن تحقيق حلمه، لكنه قرر انه يروح القاهرة معقل الوصول للأحلام. إنني أعلم أنني الآن في طريقي للنجومية والمجد، وبسبب انها جامعة كل اطياف المجتمع من كل المدن ومن كل حتة سواء في مصر او في العالم، بتتحول لساحة صراع على مين اللي يكون الافضل. الحياة في القاهرة عبارة عن شغل وسعي انك تكون الافضل والاول دايما وانك تحقق حلمك، ودي حاجة مش وحشة خالص. الوحش انك انت تخلي حلمك ده يخليك غول بتاكل اي حد قدامك. عشان توصل للهدف بتاعك ممكن تدوس على اشخاص تانيين عادي جدا، وده بيخلق حالة من العبث بين الناس وبيخلي الكل مهموم بحاله وبمصالحه ويقول ماليش دعوة بحاجة تانية. مؤمن جاي من مكان بمبادئ عكس دي تماما، مكان مفهوش الصراع ده خالص، مكان فيه خضرة وروقان وقعدة على النيل. بينزل مؤمن للقاهرة وهناك بيقابل حبيبته اللي كانت من سكان الصعيد من نفس القرية اللي هو عايش فيها، ولكن حبيبته دي ليها قصة، ان والدتها من كتر ضغط ابوها عليها هربت منه وسابته وطفشت. ابوها اللي كرس حياته انه يدور على والدتها دي وانه يلاقيها عشان يقتلها، فعشان كده خد شروق وراح فين؟ راح القاهرة برضه. شروق هي أول حاجة بيشوفها مؤمن لما بينزل القاهرة، واللي بتعتبر الحاجة الحلوة في حياة مؤمن اللي محتفظة ببراءتها بالرغم من سقعة القاهرة إنسانية. ونظرا لأن مؤمن ما عندهوش مكان يقعد فيه ويبات فيه، فكان الاختيار الأول ليه هو قهوة المحطة، وهي أول حاجة عينه وقعت عليها أول ما خرج من محطة القطر. هشوفك تاني كيف وميت وانت ولا محمول ولا عنوان. ميعاد من دلوقتي بكرة زي النهاردة بجوار قهوة المحطة. القهوة هنا هي مش مجرد ديكور أو مكان يلم مؤمن وخلاص. القهوة هي نموذج مصغر من المجتمع اللي فقد إنسانية، واللي بتلم كل أطياف المجتمع، من شخصيات سلبية بتتجاهل مساعدة الناس، وشخصيات تانية مصلحتها فوق كل شيء، وشخصيات تانية هم راس الفساد والانحطاط. وأول ما بيخش مؤمن القهوة أصبح عندنا طرفين مهمين جدا، الطرفين اللي بسببهم هينشأ الصراع بتاع المسلسل أصلا. الطرف الأول هم رواد القهوة واللي بيمثلوا في الغالب الناس الفاسدين، والطرف التاني هو مؤمن اللي بيمثل النقاء والفطرة السليمة اللي بتميزنا كبني آدمين عن باقي المخلوقات، وهي الإنسانية. إزاي نتعاطف وإزاي نحس، إزاي لما نشوف الغلط نوقفه ونساعد ولو بكلمة حتى. عندنا أخطاء طبعا، ولكن الجانب الإنساني هو اللي بيخليك حتى في وقت غضبك وفي طريقك لعمل الشر ترجع خطوة لورا كده. أما لو الشخص ده راح وكتم الصوت الداخلي ده جواه، ده بيكون شخص مجرد من إنسانيته. وبعد لحظات قليلة وبلمحات سريعة بنتعرف على شخصيات القهوة، بنتعرف على شخصيتين ممكن يكون عندهم الصوت الداخلي بتاع الإنسانية لسه موجود، زي المعلم رياض ومحمد. المعلم رياض اللي بيكون متوتر جدا هو كمان، لكن بينسى توتره
وبترجع حالته طبيعية جدا لما بتيجي مدام جورجيت وجوزها. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. اهلا بيك يا معلم. لا عنك انت خلاص وصلنا. مقابلة غامضة جدا قدرت تخليه شخص تاني في ثانية. الراجل الطيب اللي بيحتوي اي حد غريب وبيخليه عنده بدل ما يتبهدل في الشوارع، هيكون ليه بعد انساني كبير في الاحداث بعد كده. بنتعرف كمان على محمد الكاتب اللي قاعد بيدون ويكتب كل حاجة بتدور قدامه. اليوم أكثر قلقا من المعتاد. وبنعرف انه شخص لسه عنده الجانب الانساني، والصوت ده ما ضاعش جواه وسط اصوات القهوة التانية. ولكن محمد برضه جبان، وبالرغم من انه هو كاتب ما يقدرش يتكلم ولا يغير المجتمع. محمد ده شاهد عيان لكنه جزء من المنظومة بتاعة المجتمع الفاسد ده. ولكن في كتير من الأحيان ومع حماس مؤمن تجاه تغيير المجتمع ده، بيكون وقود لمحمد وبيخلي الصوت الداخلي جواه يعلى أكتر وأكتر ويتكلم. البني ادم موقف يعمل الصح حتى لو هيغور في داهيه. امشي من هنا. في ايه؟ الراجل ما عملكش حاجه. مالكش دعوه انت دلوقتي. يلا امشي من هنا، وانت كمان امشي. بنعرف كمان أشخاص صوت الإنسانية راح من جواهم خالص ومش راجع تاني، ودول للأسف بقوا مالين المجتمع دلوقتي، زي ريشة وجولي. ريشة الشخص اللي ما عندهوش أصل واللي احتواه المعلم رياض في القهوة وبيته بدل ما يتبهدل في الشارع. ريشة من الأشخاص اللي أول ما تشوفهم تحس بقبضة قلب كده وتقول أكيد الشخص ده عمره ما هيجي من وراه خير أبدا. وعلى الجانب التاني هنلاقي عم جولي، الشخص اللي يبدو عليه انه هو كبير ومتهالك، ويبدو عليه برضو انه عنده حكايات كتير. الشخصيتين دول هم شخصيتين مهمين في المسلسل، وفي وسط كل دول بنتعرف على الملك، الراجل الأنيق الخير جدا في ظاهر الأمر. لكن برضو سبحان الله الأشخاص دول لما بتيجي تشوفهم في الواقع قلبك ما بيرتاح لهمش خالص، وتحس ان الخير اللي هو بيعمله ده مش سالك كده. من طريقة كلامه ومن الجرايم اللي هيكون دايما عندك شعور ان هو بيعملها. الملك هو شخصية مهمة ومحورية جدا معانا في الأحداث. وأثناء تحقيقات النيابة للكشف عن مين اللي قتل مؤمن، كل شخصية بتحكي مواقف مؤمن معاها وإزاي كان بيساعد ويقف جنب الكل وينصف المظلوم بالرغم من الهدف الأساسي اللي هو جاي عشانه وهو التمثيل. كل شخصية وهي بتحكي بتقول إنه كلنا قتلنا مؤمن الإنسان بسكوتنا وبمعارضتنا لوقوفه مع الحق دايما تحت شعار أنا مالي. انا كمان شايفكم ظلمه متنمرين، بس مسامحكم عشان انتوا غلابه. النيابة بتمسك خيوط كتير في القضية وبتقرب من القاتل واحدة واحدة، لكن كل ما تقرب من القاتل بتكتشف ان في شك في حد تاني هو اللي قتل مؤمن. ومع تتابع الأحداث بنعرف الجوانب الشيطانية لكل شخصية من الشخصيات اللي احنا قلنا عليهم دي، زي المعلم رياض اللي في ظاهر الأمر هو شخص إنسان جدا بيحتوي أي حد معدي في الشارع، لكن في باطنه هو مجرم ارتكب جريمة مفيش إنسان يعملها يعني، وهو إنه لقى طفل صغير وخده رباه بالرغم من إنه هو عارف أمه، الست اللي بتيجي كل شهر عشان تسأل المعلم رياض وتقول له لقيت ابني ولا لأ. ولكن عشان المعلم رياض برضه لسه عنده بقايا إنسان بداخله بيعرف الست دي في الاخر ان ده ابنها. وبنعرف الجانب الشيطاني لعم جولي اللي مرض حفيدته بيخليه يروح يجيب راجل غلبان محتاج لفلوس عشان يضحي بكليته لصالح حفيدته دي. عم جولي اللي مش مهم يضحي بحياة راجل تاني مريض ومتهالك عشان خاطر يديله قرشين ما يعتبروش فلوس اساسا. الهدف في ظاهره مع عم جولي هو هدف نبيل، انه عايز ينقذ حفيدته ولكن على حساب حد تاني، وهنا المعادلة ما تنفعش خالص. مؤمن الصاوي بيتصدى للموضوع ده وبينقذ حياة الراجل المتهالك ده وبيروحوا على بلده. وريشة الشخص اللي كده كده مش إنسان من البداية وممكن يعمل أي حاجة في سبيل مصلحته. وبنتعرف كمان على الجانب الشيطاني للشخصية المهمة معانا وهو الملك، راس الأفعى وقص الفساد، الشخص اللي بيتاجر في أعضاء البشر وده واخد ليفل أعلى من الإجرام. بنعرف إنه تاجر أعضاء لما بتحصل ذروة الأحداث المؤدية لمشهد البداية وهو الحبكة اللي اتحطت في الأول عشان نكون إحنا كمشاهدين متورطين إننا نعرف مين اللي قتل مؤمن الصاوي وليه، ذروة الأحداث اللي هتحل لغز قتل مؤمن الصاوي أخيرا. وبنعرف إن الملك وجولي وريشة وناس تانية من رواد القهوة اتفقوا إن هما يقتلوا مؤمن لأن مؤمن شخص مش بيسكت على الحق. وده ياخدنا المشهد البداية اللي قلنا عليه في الأول، والحاجة اللي كان الكل بيحذر مؤمن ان هو ما يعملهاش، بيحاولوا يسكتوا بقه بأي طريقة. والحاجة دي هي ان مؤمن شاف وما كانش عايز يسكت. الحكايه طلعت حكايه كبيره وناس غلابه كتير هتضيع من تحت راسكم. بيجري مؤمن وبيرمي نفسه في حضن الملك
اكتر واحد وشه بشوش في القهوة، الشخص الحنين الودود اللي بيحل مشاكل الناس كلها، لكن ما كانش يعرف انه بيرمي نفسه في حضن الشيطان الكبير وبيقول له احميني من ولادك الشياطين الصغيرين. طيب يا ابني، مش يمكن كذب؟ انت سمعت شفت؟ سمعت وشفت وانقذت روح قبل كده، بس المرة دي كتير. وانا مصدقك. مؤمن بيشوف ريشة وجولي وناس تانية من رواد القهوة وهم بيتاجروا في الأعضاء، وتجارة الأعضاء هنا تم اختيارها من وسط كل الجرائم عشان تأكد المعنى الحرفي لكلمة الناس بتاكل في بعضيها. ولكن أكيد في راس بتدير شبكة الإجرام دي، والراس دي هو الملك، ولكن هو مش ظاهر في الصورة خالص. الأمر اللي بيخلي الملك عايز يتخلص من مؤمن قبل ما يفضح تجارته دي ويروح يبلغ عنه البوليس، فبيعمل خطة محكمة وبيتفق مع كل رواد القهوة ان هم يخلصوا من مؤمن. اثناء الماتش ما شغال، بتاع الكبدة هيجيب سندوتشات الكبدة للملك، ولكن السندوتشات دي هيكون تحتها السكينة اللي هتخلص على مؤمن. جولي هيمهد، ريشة هيفصل الكهرباء والكاميرات، والملك هيكون بيخلص من مؤمن. الكل بيشارك في قتل مؤمن عشان ما يفضحش السر اللي هو شافه قبل ما الموضوع يوصل للبوليس وتكون فضيحة عليهم كلهم. واحد يضيع احسن ما كلنا نضيع. بتعرف النيابة الحقيقة وبتحكم عليهم كلهم بالإعدام وبتاخد حق مؤمن الصوي. بتنتهي حكاية مؤمن اللي ما كانش بيسكت على الغلط وكان دايما عايز يغير المجتمع للأفضل. مؤمن اللي كان شايف مجتمع القهوة ده مجتمع قذر جدا بالنسبة له، كلهم معارضينه وكلهم بيعاملوه كشخص منبوذ وسطيهم وغريب لأنه بيقول لأ. بيموت مؤمن كجسد بس، ولكن فكرة مؤمن بتفضل عايشة جوه ناس تانية عندها الإنسانية لسه في المجتمع. فعشان كده مؤمن الصاوي ما ماتش، وبينتهي المسلسل على كده وبس كده. أشوفكم على خير في الحلقة الجاية، وسلام.